بيتزا؟ كلنا بنحبها، بس فكرت قبل كده تعمل بيتزا إيطالية بمكونات عربية؟ يلا نجرب ندمج الإيطالياني مع الشرق. أنا استخدمت عجينة جاهزة، عملت عجينة على ستاير لأننا مستعجلين على الطعم. بدل الصوص العادي استخدمت شوية صلصة طماطم بالثوم والكمون والبابريكا. والجبنة موزاريلا طبعا، بس ضفت كمان شوية جبنة بيضاء عربي. اللمسة العربية شاورما فراخ، وكمان زعتر زيتون فلفل حار ورشة سماق على الوش. شكلها تحفة فنية. ودخلناها الفرن 10 دقائق على حرارة عالية ونشوف النتيجة مع بعض. شايفين المنظر؟ الجبنة سايحة والشاورما باينة والريحة متجننة. يلا نجرب أول قطعة. مش طبيعي طعم البيتزا، بس بروح عربية أصيلة. البيتزا دي لازم تجربوها. تحبوا أعمل بيتزا بمكونات من أي بلد تاني؟ اكتبولي في التعليقات، ومتنسوش اللايك والشير لو عجبتكم الفكرة. أشوفكم في الوصفة الجاية.